الشأن الثقافي يسدل ستار اليوم على فعالية الدورة الحالية من موسم طنطان الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ساكنة طنطان كانت أمس على موعد مع كرنفال احتفالي قدم للساكنة عروض مستوحاة من الموروث التراثي للصحراء. حاضر محضار عبد الرحيم حاجي والحنفي بيو. كرنفال احتفالي متعدد الفقرات التراثية والفنية تجول عروضه بين أهم مسالك المدينة لتقدم للساكنة محلية وزوار المهرجان لوحات متناغمة تبرز تنوع وغنى الموروث الحساني الذي يعد رافد من روافد الثقافة المغربية الأصيلة. حضور غفير تفاعل مع العروض المقدمة. صراحة كنفوجوا بزاف وكنشوفوا مجموعة من التقاليد الصحراوية والمغربية عامة، وكنستمتعوا بها في كل صيف، وهذا إحياء بالنسبة لنا إحياء التراث. هذا زوين، هذا زوين. منتخب كيقول لي شي حاجة شحال هذه ما كانش حنايا. هذا مزيان في طنطان كيجمع ناس كلشي كيجي هنايا. وندي الحمد لله نشوفوا الفيستيفال سا سي بيان باسي الحمد لله. انا جيت من مراكش باش نحضر لهذا الفيستيفال، صراحه عجبني، شي حاجه زوينه. فرحانه بزاف باني مشاركين في هذه المشاركه ديال الكرنفال. اول مره غادي نشارك وصراحه التجربه زوينه. شاركت في شي ديال الكرنفال، صراحه شي حاجه زوينه، وكنعتمدوا على التقاليد الصحراويه، وكنتمنوا هذه التقاليد هذه ان شاء الله تستمر مستقبلا. عروض ساهمت عديد القطاعات في إعدادها وتحضيرها في أحسن حلة، حيث استمتعت ساكنة طنطان وحشود من زوار المهرجان بهذا التنوع الذي يبرز خصوصية ثقافية مميزة. كانت المشاركة عبارة عن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية بالنسبة للجمعيات وكذا القطاع. كذلك شارك القطاع في مجموعة من اللوحات التي تجسد الوطنية الصادقة لساكنة طنطان. مشاركه في الدوره 16 لموسم طنطان من طرف المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. كانت عباره عن 3 ورشات، من بينها ورشه الخط العربي الذي يعتبر من بين الامور المعترف بها من طرف منظمه اليونسكو. يشارك بمجموعه من العروض تقليدية تجسد لنا في الألعاب والرياضات الشعبية التقليدية كلعبة راح وكبيبة وواردوخ وكرة الحبال ومجموعة من اللوحات الفنية. حصلنا الشرف أننا نكونوا في هذه الدورة 16 برفقة هذا الفولكلور وهذا التراث الشعبي الصحراوي. مشاركة اللي هي مشاركة جد زوينة بزاف، وتنتمناو تكون هذه النسخه ان شاء الله النسخه 16 اللي من افضل النسخ ان شاء الله في هذا الموسم طنطان ان شاء الله. اسعد باني انقل للسكان وضيوف وزوار مدينه طنطان هذا الكرنفال الاحتفالي الذي تختتم به فعاليات موسم الطنطان في نسخته 16، والذي ينظم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كرنفال احتفالي قدم كوكتيلا متنوعا من العروض التراثية والفقرات الفنية والتنشيطية التي شكلت خير ختام لفعاليات هذه التظاهرة الثقافية بشعاعها العالمي.